صباح الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نجهز الاكل. بصوا، هنا كبتين وقماشتين وبصلات ومادة دهنية بقى، حبة زيت حبة سمنة انتوا براحتكم. المهم هنشوحها ونقوم جايين ايه على ما البصلة تستوي مع الكبدة والقنصة. هننزل عليهم بشوية رز نحشي بهم فراخ. عندنا فراخ بلدي كده شمرت حلوة، فتحنا منهم اتنين هنعملهم بقى. الأول على ما الأكل يتعمل كده ننزل نملك على قد ذكر الله وبالصلاة على رسول الله. يلا حبايبي، بسم الله. وده حبايبي خلاص الكبدة والفراخ والقمص كده صغيرة يعني مش هتاخد وقت. هوبا، الحمد لله. هننزل بقى بالرز عليها وشوية التوابل والملح وحبة فلفل. نزلنا بالملح والفلفل الأخضر. عايزة نحط مرقة دجاج كمان، مش عايزة برضه كمان. هي كده كده اللون الفلفل اللي في قلب في قضية الحلة ده هطلع مع المية حالا وهيخلي الرز بتاعته ريحته حلوة ولونه حلو وعنده طعم جميل. هنزود الرز بس ما نزودش، انت هتسوي 3/4 تسوية كده. هي كوباية مية بس اللي هتزودها لها. وطي عليها بقى واسيبها تستوي فيها. وده حبايبي الرز اهو، هو مش مستوي 100%، هو 3/4 تسوية كده، عدى النص سوا بشوية يعني. خليه بس يبرد دقيقة كده. بسم الله. وده الفراخ هحشيها بقى من جواها وهحط لها تحت الجلد بس بسيط عشان ايه، هي برضو شمرت صغيره فما تطقش. ونحشي من الرقبه. هما فرختين اهمت، دي كان شمرت هما اللي ما شاء الله، ودي كانت فرده صغننه كده كانت معوقه فما كانتش بتكبر، كانت رجلها متنيه كده زي اللي بيلعبوا باليه، مش عارفه كان ايه اللي جرالي. المهم هنحشيها رخرة وهحشيهم التلاتة وبعد كده نشوف هنعمل معاهم ايه تاني. وده حبايبي اتحشوا فرختين، ده دي ودي كانت فرخه على وش بيض كده. يلا نجرش بقى، احنا ذبحناها وخلاص. وفرخه المعوقه ديت، لو حد جه لحد هنا يقول لنا احنا قلنا على الفرخه الصغيره ديت ايه. وده فاضل شويه رز، احنا قلنا نسوي بقى رز عشان نحمر شويه رز جنب الاكل، وهنقوم نسقط ده في البتاع في الميه اللي بتغلي. وده حبايبي كده الميه ايه هتغلي، وحطينا فيها بصله وطماطم. عندك بقى جزر، عندك ورق لورا، حبهان، اي حاجه انت عايزه تحطيها. انا حطيت لها شويه كمون وحبه فلفل وحطيت الملح والسكر. لو في حد هي الفراخ كانت مشمرة انا حطيت السكر والملح مع بعض حالا هنعملها، انما لو الفراخ كبيره بسم الله مش هحط الملح دلوقتي، بس هي كلها مع بعضها بقى من زي بيعملها كده. بسم الله. وده الفرخه المعوقه الصغننه. بسم الله. هنسيبهم بقى ايه حوالي ربع ساعه كده تغلي ونوطي عليها النار. هتاخد لها حوالي ساعه الا ربع، مش هتكمل، الفراخ شمرت فمش هتكمل الوقت ده يعني. يلا عسل، هنسيبها بقى تستوي وبعدين نبص عليها تاني. كده حبايبي عفوا يا حبايبي، الحمد لله الواحد كان تعبان برضه تعب شديد جدا من الاسبوعين اللي فاتوا. الحمد لله اللي يعني الفراخ بدأت تستوي اهيت ونقلتها على العين الصغير. هنشيلها بقى نشوف ايه استوت ولا لا. لما كسرنا الرقبة كده لانها بتتكسر معانا تبقى مستوية. هنشوف بقى الباقي استوى ولا ايه. لسه خمسة سخنة اوي، لسه هنسيبها 5 دقايق هي كده بس الصغيرة اللي استوت حالا. نعمل بقى شوية الرز وبعدين نشوف ايه يكون دول استوى شوية عن كده. النبي صغننة عاملة زي الحمامية اهي. كده حبايبي الرز بدأ يتحمر
لازم يحمر شويه. حطيته هو ونزلت عليه بشويه شعريه، حمرها بقى معاه. هي الرز الشعريه لوحده حلو، بس انا ما بحبش طعمه، بحس ان الرز له طعم كده غريب. عارفه انا لوحدي ولا في حد تاني كده؟ فانا بحب احمر له شويه الرز الاول كانه حبه وحبه، وبعدين احط له الشعريه. ما بعملوش رز بشعريه صريح بقى الا لما ابقى مطريه، مستعجله بمعنى اصح، يعني مش فاضيه ان بعمل اكل بسرعه ورايا حاجه كده. انما في العادي ما بحبش طعم الرز بشعريه لوحده. يعني لما احمر الرز احمر الشعريه بس واحط الرز كده ابيض، مش الطف حاجه بالنسبه لي يعني. مش عارفه انا لوحدي كده ولا في حد زي. المهم الشعريه اتحمرت اهيت، يا دوبك بس لونها بقى دهبي. هننزل بالرز عليها مغسول. الرز وحطيت الملح معاه، وشوحي بقى على قد ما تقدري. طول ما انت بتشوحيه ويسخن يلسوع كده من السمنه، وتيجي تحط ايدك على الرز تلاقيه اتشوح وبقى سخن قوي، تطلع بقى الحبايه مفرفره وما ياخدش معاك وقت في السوا وما يعجنش. طبعا كلكم اساتذه وشطار وبتعرفوا تعملوها، بس احنا بنتكلم لو في حد لسه بيبدا او حد مش عارف او كده. كلنا كنا لسه بنبدا برضه وما كناش عارفين. هنشوحه حلو وبعد كده نزوده وتكون الفراخ استوت عشان نحمرها سوا. احنا شوحنا الرز خالص، بسم الله ما شاء الله. الشوح لما اخدت شوحه محترمه يعني. شويه الرز اللي على الوش دول حبه الرز اللي كانوا باقيين من حشو الفراخ، هما كده كده مش مستويين قوي. هنزود بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده اروح الرز عشان ما تيجي تزوديه، حطي العقل بتاعه. تسمع الصوت. بسم الله صح الحمد لله يا رب اصلح لنا وحل الوضع يا رب. دايما يا قلب اختك كنت بتدعي ولا هي اي واحده فينا بتدعي، ادعي لنفسك وادعي لاولادك وادعي للناس كلها. يعني تقولش يا رب اصلح حالي وحال ولادي بس، يا رب اصلح حالنا وحال الناس كلها يا رب العالمين. ولادنا ولاد الناس واهديهم، اصلح حالهم كلهم يا رب واهديهم واجعلهم في احسن الاحوال. شايفه الرز حبيبتي طالع ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مفرفر واحده من واحده. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على حضرة جمال النبي. عسل ما شاء الله عليه. والشوربة بتخلي ريحته زي الفل. هذا كده هو ده الرز بالشعرية ومتحمر يعني حبة وحبة وعلى شعرية برضه. استوى كده خلاص ندفع عليه بقى. احنا ايه احباب الله يجوا من بره. وده الفراخ اتحمرت وبقت زي الفل، وفرختنا المعوقة الصغيرة اتحمرت برضه. مفيش حاجة موقفانا زي ما انتوا شايفين كده. الاكل جاهز والشرب. انا ما عملتش طبيخ وما كانش في نيتي اني اعمل طبخ الصراحه. الصبح كنت في السوق قلت هجيب سبانخ بس ما عجبتنيش، فكده حلو قوي الفراخ والشوربه والرز. كده كده على ما ياكلوا حتتهم والفراخ محشيه، فمش هيدوروا على حاجه تاني بعدين. يلا اللي يجربها يقول لي ايه رايه. وبتتابعوني من انهي بلد؟ كل واحد بيتفرج يقول لي هو من انهي بلد. ومشرفين كل الناس من كل حته وكل اللي على الصفحه مشرفين ومنورين. يلا حبايبي سلام.